هذا المقطع عيوني، هذا المقطع الهاي القطة البزونة أو الهرة أو البزة، شو تسموها؟ هذا المقطع طبعا منتشر انتشار كبير جدا من على وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا بكل العالم، تقريبا أقول بكل العالم. هاي النظرة المصورة لهذه القطة. يجي هذا بزونة قاعد تاكل من رزق الله عز وجل، قاعد تاكل على أرصفة أحد الشوارع تاكل. اجى هذا رفص طعامها، ابحثوا عن المقطع موجود ومنتشر، يرفص طعامها وتنظر هذه النظرة، نظرة حزن، نظرة عتب، نظرة تعجب، نظرة تعجب، نظرة تعجب. لربما تقول هذا البشر ايش بيه؟ لا واصلت لك، لا مأذيتك، لا مزاحمتك بمعيشتك، لا مخرمشتك، لا عضتك، أبدا. خلق الله ياكل برزق الله، من تجي أنت تضرب طعامها بهاي الصورة، شنو الغاية؟ شنو الغاية؟ شنو الحقد الدفين اللي داخل نفسك؟ نظرة حزن، نظرة حزن. لربما تقول أن الله هذا اللي كرم هذا الإنسان، كرمه وأعلى قدره وجعل كريم على كل الخلائق، كرمنا بني آدم وحملناهم. المهم تشوفه يصير إلى هذه الدناءة وهذه الخسة. زين، نظرة حزن، نظرة تعجب، نظرة استغراب، نظرة يأس من هذا المخلوق اللي يذبح أخي ليل ونهار ويبدع في اختراع الأسلحة اللي من شأنها أن تبيد البشرية بكل الطرق، ما يهم أي شيء. والإنسان اللي يلجأ إلى إتلاف الطعام من أجل أن يزيد سعره أو يحافظ على سعره. الإنسان اللي أباد البشرية في كل أصقاع الأرض وين ما تروح، وعبر التاريخ من نشأة الأمم وإلى يومنا هذا، ما يأذي بزون، ما يأذي لقطة. أنت ما تدري أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول في كل كبد حر أجر، عيني، وأنه امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وأن غانية دخلت أو فاسق دخل الجنة لأنه سقى كلبا عطشانا. الله يحاسب على الذرة، والله يريد منك ترحم خلق الله حتى الله يرحمك، مو أنت ظالم لخلق الله وباكر تريد رحمة الله تنزل عليك، مستحيل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تنسوني والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله